مشروع الكبة الشامية طبعا أنا أخذته على أصوله، تعلمت على إيد حماتي، كانت ما شاء الله يعني الكل بيشهد لها بأكلها الطيب. بدأت بالمشروع العام الماضي في رمضان، والحمد لله يعني الكل يعني داق الكبة تبعتنا وتشكر فيها، ورجع طلبوا كذا مرة، يعني مش مرة ومرتين وثلاثة طلبوها، وهلأ في بيستنوا يعني حيطلبوها. بس مشكلة إنه شعبنا بيعتبرها بس مقبلات، يعني ما إنه الأكلة بحد ذاتها أكلة شاملة يعني منوعة، يعني ممكن تعمل مجموعة أطباق من الكبة الشامية. أكلة الكبة المقلية، المشوية، الرمانية، بلبن، هاي كلها يعني وجبة كاملة بتعتبر أكلة كبة. عندي صفحة الانستا، صفحة الفيس، وفي مواقع تيك توك، موقع اليوتيوب، سناب شات، يعني حاولنا إحنا بقدر الإمكان نشغلها. أنا بصراحة حاولت أقرب الأسعار للأسعار الكبة المتداولة مشان يصير الإقبال عليها أكتر. وضع المادي، إحنا عندنا 2 بالجامعة، مصاريف زيادة والعيال كبرت، إن شاء الله بإذن الله يكون آية رزق لنا. وكمان حابة بصراحة كمان برضو الناس يعني تتعرف على الكبة الأصلية، مش الكبة اللي معظم الناس بتدوقها وما بتعجبها، يعني إنه خلص دقتها مو بالزيادة، لا، في كبة يعني على أصولها بتنعمل. طبعا إحنا آلية العمل عندنا في البيت أسرية، متعاونين إحنا، أنا وزوجي وولادي فقط لا غير. شغلنا بيعتمد على الكهرباء، يعني عندي ماكينة الكهرباء، ماكينة اللحمة والكبة، لازم تكون متوفرة الكهرباء، فبنحاول إنه اللي بده يطلب قبل 24 ساعة مشان نشوف إحنا إمتى الكهرباء بتكون جاية، ونطحن البرغل واللحمة اللي يكون وقتها مناسب لإلنا ولشغلنا. وبحاول معظم الأحيان إنه أنظم وقتي إنه أشتغل طلبية بالليل.